يسعد مساكم يا غوالي وين ما كنتم بتتابعوني، ونورتوا قناة المتواضعة لمسة هبة. قبل ما نبدأ بوصفة اليوم بدي أشكر من كل قلب 137 مشترك اللي صاروا عيلتي التانية، والناس اللي انضمت لنا جديد. تفاعلكم هو اللي بيعطيني طاقة وبيخليني أبدع بالمطبخ. اليوم هي الأكلة ملكة السفرة، المقلوبة. أول شي ضفت الدجاج بالطنجرة، وضفت عليه المطيبات: لومي، فلفل أخضر، عود قرفة، ورق غار، وهيل. وهلأ تعالوا للسر اللي بيميز لمسة هبة. جبت بصلة وفرمتها ناعم بالهاند بلندر لدرجة إنها تذوب بالمرقة، وحطيتها بصحن ونزلت عليها البهارات: رشة فلفل أسمر، رشة جوزة الطيب وهي سر الريحة الطيبة، وشوية كمون، وضفت بهارات بحرينية مشكلة وملون طعام أو عصفر عشان تعطيني اللون الذهبي الملكي. وضفت كمان بهار الكاجن اللي بيعطي طعم غني ومميز جدا، وطبعا الملح والماجي. هرست البصل مع البهارات بزيادة لصاروا مثل المعجون، ودخلت النكهات وضفتهم على الدجاج. وهلأ بحب أذكركم يا غوالي، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان عيلتنا تكبر أكتر وأكتر. وهون ضفت البهارات على الدجاج وهو بيغلي. غطيت الطنجرة وتركت الدجاج يستوي على راحته. وبهذا الوقت يا غوالي بين ما الدجاج عم بيكمل استواءه رحت لأقلي الخضار. بدأت بالباذنجان والبطاطا وقرن الفلفل، وبدي إياهم بس يتحمروا يعطوني هذا اللون الأشقر الذهبي الحلو. ما بدي إياهم يغمقوا كتير عشان تضل المقلوبة فاتحة وبتفتح النفس. وعلى سيرة اللون الحلو واللمسات الطيبة، لا تنسوا يا غوالي إذا لسه مش مشتركين بالقناة تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس. هيك عيلتنا بتكبر أكتر وأكتر فيكم، وبتكونوا أول ناس بتشوفوا طبخاتي وأسراري بالمطبخ. وجودكم ودعمكم هو اللي بيخليني أستمر. شايفين كيف حبات الباذنجان بدأت تاخد اللون المطلوب؟ هذا اللون هو اللي رح يعطينا الشكل الملوكي. لما نقلب الطنجرة بطلعهم وبصفيهم مزبوط من الزيت، وبخليهم على جنب لغاية ما يستوي الدجاج تماما. وعبال ما تخلص كمية القلي اللي عندي ويستوي الدجاج، حابة أحكي لكم قديش أنا مبسوطة اليوم وأنا عم بسجل لكم هذا الفيديو. يعني ما شاء الله القناة عم تكبر بوجودكم، وما بتتخيلوا قديش تعليقاتكم ودعمكم بيعطيني طاقة إيجابية حتى وأنا تعبانة بالمطبخ. وبين ما تخلص حبات البطاطا وتتحمر، حابة أحكي لكم إني عم بجهز لكم مفاجآت كتير حلوة بالفترة الجاي بالقناة. وشكرا لكل حدا بيعمل مشاركة لفيديوهاتي مع أصحابه وأهله، هذا الشي بيساعد القناة تكبر وتوصل لناس أكتر. وهلأ ضفت الخضروات على الدجاج وضفت فوقهم الرز، وزبطت عيار المرقة الذهبية اللي عملناها بحيث تغطي الرز بشوي. أول ما غلي الرز وبلش يتشرب وطيت النار على الشمعة وتركت المقلوبة تستوي على راحتها. جربوها وأكيد رح تدعولي. إذا حبيتوا الفيديو يا غوالي لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك. ويا غوالي لا تنسوا تشوفوا شكل المقلوبة في النهاية، وبشوفكم بالفيديو الجاي على خير. سلام.